النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهو ان هو بيجيب لي سؤال على الام ار ان اي، شريط ام ار ان اي، ويبدأ يجيب لي عليه اسئلة. قبل ما نبدأ في جزئية الاسئلة، تعال نشوف الاول شريط الام ار ان اي ده. هو نفس الشريط اهوت، نفس الشريط بالظبط، هو هنشوف الاول الشريط ده افهم منه ايه، وبعد كده نشوف منه الاسئله اللي جايه عليه ايه. تعال نبدا مع بعض. ادي شريط ام ار ان اي. انا عرفني ان الشريط ده شريط ام ار ان اي. هو قايل لي في السؤال ان هو ام ار ان اي، بس عشان انا اعرف ان هو ام ار ان اي بيبقى في يو ده معناه ان ده ار ان اي، ومعنى ان هو شريط كده هو بالمنظر ده معناه ان هو ام ار ان اي. اما لو كان بالمنظر ده هو الشريط عامل الشكل ده، مش هنسميه ام ار ان اي، ولكن هنسميه تي ار ان اي. وفي شكل تاني بالمنظر ده كنا بنسميه ار ان اي. طيب الحقيقه ان الثلاثه دول بيجتمعوا مع بعض عشان يعملوا لنا حاجه اسمها بروتين. يعني الام ار ان اي والتي ار ان اي والار ار ان اي، الثلاثه بيجتمعوا مع بعض عشان يعملوا لنا البروتين اللي احنا عايزينه. طيب تعال نركز مع شريط الام ار ان اي. المطلوب مني في شريط الام ار ان اي ان انا لما اجي ابص له اقسمه ثلاثات، يعني ده كل واحده فيهم نيوكليتيده اقسمهم ثلاثات. يبقى اول ثلاثه اهم شرطه، تاني ثلاثه اهم شرطه، تالت ثلاثه اهم شرطه، رابع واحده، خامس واحده، وهكذا. طيب هما كل ثلاث نيوكليوتيدات بسميهم ايه؟ بسميهم كود. يبقى شريط الام ار ان ايه عليه قواعد، عليه نيوكليوتيدات، كل ثلاث نيوكليوتيدات بسميهم كود. كل كود من دول هيترجم في البروتين الى حمض اميني بمساعدة الاتنين ار ان التانيين. طيب مطلوب مني ان انا احفظ الكودات دول. هما في الحقيقة انا عندي 64 كود. انا مش بحفظ ال 64 كود، بس ببقى عارف الاربع كودات دول. الكود اللي اسمه اي يو جي ده اسمه كود البدء، وكود اسمه يو اي اي، وكود اسمه يو جي اي، وكود اسمه يو اي جي. ده البدء، والتلاتة دول الوقف. بسميهم ستارت وستوب. ببقى عارف الاربعه دول. تعال نبص كده على الكودات دي كلها. ادي اول كود اهو، تاني كود، تالت كود، رابع كود، خامس كود، سادس كود. حد بيشبه على ده؟ ايوه، هو ده، هو ده. يبقى ده ستوب. امال اللي بعديه ده ايه؟ كودات برضو؟ لا، اللي بعديه ده مش كودات، ده موجود في اي ام ار ان اي، وده بنسميه الديل. ديل عديد الادينين، ده مسؤول عن حمايه الام ار ان اي. يعني ده ما بصلوش، وده كده بالنسبه لي مش كودات، ده بالنسبه لي حاجه لحمايه الام ار ان اي. يبقى انا عندي كده كام كود موجود في الام ار ان اي؟ عندي واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته. منهم ده هو اللي هو كود الستوب. جميل جدا جدا جدا. انا فهمت كده الام ار ان اللي هو مديهوني ان هو في واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، في ست كودات اخرهم واحد اسمه ستوب. طيب ده بيترجم لحمض اميني بمساعدة التي ار ان اي والار ار ان اي، وده بيترجم لحمض، وده بيترجم لحمض، وده بيترجم لحمض، وده بيترجم لحمض، لكن ده مش بيترجم لحمض، ده بيوقف عملية الترجمة. ده كده بالنسبة لشريط الار ان اي. اي حمض من دول، اي حمض من دول لما يجي يترجم بواسطه الام ار ان اي والتي ار ان اي والار ار ان اي، مطلوب من التي ار ان اي انه يشيل الحمض ويجيبه للام ار ان اي. مطلوب من دهوت انه يشيل الحمض ويجيبه للام ار ان اي. اذا ده بنسميه ترانسبورت، اللي هو النقل. طيب جميل جدا. تعال نشوف بقى الاسئله اللي جايه لنا على السؤال ده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز مضادات الكودونات الموجوده على الحمض النووي تي ار ان اي. بمعنى ايه الكلام ده؟ تعال نرجع للورقه دي. ادي تي ار ان اي. التي ار ان اي لما يجي يشيل الحمض ويجي يقف عند الام ار ان اي، هنلاقي ان هو في ثلاث قواعد. ثلاث قواعد اللي موجودين في المنطقه دهيت بيركبوا مع الثلاث قواعد دول. الثلاث قواعد دول بنسميهم كود، والثلاثه اللي هنا بنسميهم مضادات الكود. كل ثلاثه من دول هيركب معاهم ثلاثه
3 قواعد موجودين على التي ار ان اي. يبقى هو مطلوب مني ان انا اجيب الثلاث قواعد اللي يتكاملوا مع الثلاثه دول، والثلاثه اللي يتكاملوا مع دول، والثلاثه اللي يتكاملوا مع دول، وهكذا. تعال نكتب الاجابه. هقول له بص، ده شريط الام ار ان اي اللي هو دهوت. مطلوب مني ان انا اجيب مضادات الكود اللي هو ده. هو ده يتكامل مع مين؟ يتكامل مع السي، والسي يتكامل معاها الجي، واليو بيتكامل معاها الاي. ايه ده؟ وانا عرفت الكلام ده ازاي؟ بمنتهى البساطه، احنا واخدين قاعده بتقول ان الاي بتكامل او بيرتبط معاها التي، والجي يرتبط معاها السي. الكلام ده لو دي ان ايه. اما لو ار ان ايه، الاي بتتكامل مع اليو، والجي بتتكامل مع السي. يعني لو لقيت اي في اي مكان يبقى قدامها يو، لقيت جي هيبقى قدامها سي، لقيت السي قدامها الجي، لقيت اليو اللي قدامها الاي. ده بالنسبه للار ان ايه. اما بالنسبه للدي ان ايه هيبقى بالمنظر ده. طيب نكمل السؤال بتاعنا. جي يكملها مين؟ سي. سي يكملها جي. يو يكملها ايه. حلو، كمل معايا. ده كده بالنسبه لنا الكود الاول. هقول له ده الكود رقم 1. بعد كده انا مقسم دي كودات، مقسمها كودات. بالنسبه لنا لده، حد يقول معايا كده سي سي اي يقابلها جي جي يو، وحد يغلط ويعملها تي. ده كده كود رقم 2. طيب تعال نشوف اللي بعدها. A هيقابلها يو يو يو، ادي مضاد الكود. يبقى اقول له كود 3. بعد كده في سي سي اي، الناس خلاص بقت شاطرة، اعمل جي جي يو زي ده. يبقى كود رقم 4. بعد كده جي سي يو، جي سي يو هيقابلها سي جي ايه. ده شبه الاولاني، فعلا شبه الاولاني. كود 5. طيب نكمل. يو جي اي هنعمل له مضاد كود؟ لا، شاطر، علشان ده ستوب، يعني ما تترجمهوش، يعني ملوش تي ار ان اي. جميل. يبقى انا معايا كده كام تي ار ان اي او كام مضاد كود موجودين عندي؟ ادي 5 مضاد كود كتبتها لك كده. خلصت اجابه السؤال الاولاني. السؤال الثاني بيقول لي عدد الاحماض الامينيه المتكونه عند تركيبه هذا التتابع. احنا قلناها من شويه. احنا قلنا ان احنا عندنا كذا حمض اميني اهو، طبقا للكودات اللي عندي 3 كودات هيبقوا 3 احماض، عندي 10 كودات هيبقى 10 احماض، عندي 100 كود هيبقى عندي 100 حمض. ده بالنسبه للكودات اللي هتترجم، لكن الاسطوب مش هيترجم. طيب يبقى انا كده عندي كام حمض؟ هم 5. دي 1 2 3 4 5. يبقى الاجابه بمنتهى البساطه هقول له عدد الاحماض الامينيه المكونه عند الترجمه، هقول له تساوي 5. 5 احماض امينيه. طيب لو قال لي السؤال اللي جاي ده بيقول لي عدد انواع التي ار ان اي، في فرق ما بين ما يقول لي عدد انواع التي ار ان اي وان يقول لي عدد التي ار ان اي. يبقى تعالوا نضيف ان هو سؤال ونقول عدد التي ار ان اي. في فرق؟ في فرق. عدد التي ار ان اي معناها كام جزيء تي ار ان اي هتستخدمه عشان تعمل البروتين اللي احنا بنعمله بواسطه الكودات ده. احنا لما نيجي نرجع للورقه ديت، عندنا حمض وحمض 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 وحمض، هنربطهم في بعض فنعمل حاجه اسمها بروتين. يبقى انت علشان تعمل البروتين ده هوت استخدمت 5 احماض. علشان بقى تجيب ال5 احماض دول محتاج تستخدم 5 تي ار ان اي، 5 عربيات نقل عشان يجيبوا لنا ال5 احماض دول. يبقى احنا لما يسالني على عدد عربيات النقل اللي انت استخدمتها، هي عدد الاحماض اللي انا استخدمتها. يبقى انا هقول له ان عدد التي ار ان اي اللي انا استخدمتهم 5. بس هو مش طالب ده، هو طالب عدد انواع التي ار ان اي. في فرق؟ ايوه في فرق. ارجع كده بص على التي ار ان اي ده. عندنا التي ار ان اي الاولاني فيه مضاد الكود سي جي اي، وعندنا التي ار ان اي ده فيه مضاد الكود سي جي اي.
هو ده، يبقى هو نفس التي ار ان ايه. تعال نبص على ده اهو، جي يو هو جي يو. يبقى الاتنين دول هم الاتنين دول، يبقى ده نوع اتكرر اهو، وده نوع اتكرر اهو، وده نوع ما اتكررش. يبقى انا عندي 3 انواع بس. يبقى اجابه السؤال بتاعت الانواع يعني ما بعدتش اللي متكرر، يعني هقول له 3 انواع. خلصنا من السؤال ده. تعال نشوف السؤال الاخير. السؤال الاخير مهم جدا جدا جدا. بيقول لي تتابع النيوكليوتيدات الناتجه او تتابع النيوكليوتيدات الناتج من معامله هذا التتابع. يعني عندك التتابع قدامك اهوت، هو ده اللي فوق، احنا بنتكلم في نفس الشريط. احنا عايزين بقى بعد ما تحط انزيم النسخ العكسي، انزيم النسخ العكسي اللي موجود في الفيروسات، لما تحطه على الام ار ان ايه دهوت هيعمل ايه؟ طيب تعالى نفتكر انزيم النسخ العكسي. انزيم النسخ العكسي ده موجود في الفيروس، والفيروس بيستعمله علشان يحول حاجه اسمها ار ان ايه الى حاجه اسمها دي ان ايه. احنا فاكرين ان الدي ان ايه كان بيتحول لار ان ايه بعمليه اسمها عمليه النسخ بواسطه انزيم اسمه انزيم البلمره. اما دلوقتي احنا عايزين نحول الار ان ايه الى دي ان ايه، يبقى احنا نستخدم عمليه او نستخدم انزيم اسمه انزيم النسخ العكسي اللي بيستخدمه الفيروس. يعني بمنتهى البساطه عندك ام ار ان ايه حوله الى شريط دي ان ايه. تعال نحوله مع بعض. كل اللي مطلوب مني ان انا قدامي حاجه اسمها 5، هقول له هيقابلها رقم 3، وبعد كده الجي هيقابلها، الناس شاطرة عارفة خلاص، الجي يقابلها سي، والسي يقابلها جي، والجي يقابلها A، والسي يقابلها جي. وبعد كده لو قسمتها كودات يبقى أفضل علشان الرؤية بالنسبة لك تبقى سهلة جدا. حلو، نكملنا. ادي جي تي عشان ده دي ان ايه، وبعد كده تي كملوا معايا شاطرين. جي صح، جي تي، بعد كده سي جي ايه، بعد كده ايه ده كود الوقف. هو هيترجم؟ هو ده مش ترجمة، ده عملية تحويله لدي ان ايه، وده بيتعمل برضو او بيتحول الى دي ان ايه عادي. ايه سي تي. طب الديل ده هيتحول؟ لا مش هيتحول. شكرا، ادي 5. وكده يبقى احنا خلصنا السؤال. وشكرا، لو اي حد عنده اي سؤال يسيبه تحت الفيديو. شكرا جدا، السلام عليكم.